ازيكم؟ احنا هنعمل بقى ايه اكله حرشه النهارده، وهعملها معاكم بطريقتين. بص بقى، دي فشه. الفشه لازم تشتريها يكون لونها بامبا فاتح كده، يعني اللي بتشتريها ما يكونش فيها حتت زرقاء او دم مكلكع قوي. اغسليها بخل. يلا بقى على البوتاجاز، دي عندي ميه بتغلي، وكمان احط عليها ورق لورا، احط عليها حبهان، واحط كمان فصين قرنفل. الحبهان افتحيه، ما تحطوهوش الفص مقفول. عندي الفش بقى بعد ما اتنضفت واتغسلت كويس وبخل يا جماعة، هنزلها كده في المية وهي بتغلي لحد ما تستوي. مش هحط ملح، مش هحط معاها اي حاجة تانية، بس هي كده استوت. هسيبها بس تبرد شوية وبعدين هقطعها، نشوف بقى هنعمل ايه. انا كده بعد ما اتهوت معايا شوية قطعت جزء منها شرايح زي ما انتوا شايفينها كده بالظبط اهي. بحاول اقطعها شرايح خفيفة على قد ما اقدر، والباقي ده هقطعه قطع صغيرة. المقص كده اسهل بقى من السكينة، اقطع قطع صغيرة زي ما انت حابة يعني، بس كده بتبقى افضل من ما تكون حجمها كبير يعني. الفشة دي يا جماعة من اطعم الاكلات، وبحس ان حقها مهدور بصراحة يعني. حبيت اعملها معاكم النهاردة بطريقتين، وان شاء الله هيعجبوكم. عندي ده فلفل الوان مقطعه مكعبات صغيرة، وده فلفل سبايسي. طبعا ممكن تستبدلي الفلفل ده كله بفلفل رومي اللي هو الاخضر بس، لو مش حابة تضيفي الالوان. نشوف بقى على البوتاجاز نعمل ايه تاني. عندي معلقة سمنة بلدي كده على البوتاجاز، واحط عليها حبة بصل مقطعاها مكعبات لحد ما تدبل. مش هحمرها يعني، مش هخلي لونها يغير، هتدبل بس، هي تدبل يعني اللون هيشف. قطع البصل اللي عندك هتحسي ان هو لونها شف. هعمل ايه تاني بعد البصل ما يستوي معايا. عندي 4 فصوص من الثوم مفرومين، برضو مش هخلي الثوم يتحمر، يدوبك ان هو ليه ريحة تطلع بس كده يعني. هقلب مجرد دقيقة ونشوف هنضيف ايه بعدها. اول ما اشم ريحة الثوم كده ريحته تطلع، مش هخليه يتحمر زي ما قلت لكم. هنزل الفلفل السبايسي هنزله دلوقتي، بس كده خلاص. انزل بقى الفلفل السبايسي. انا عايزه طعم الفلفل يتركز، عشان كده هضيفه دلوقتي. وهقلب برضو مجرد دقيقة وهوريكم هضيف ايه تاني. زي ما قلت لكم الفيشه دي حقها فعلا مهدور، بس هي من الاكلات الحلوه، من الاكلات الحرشه اللي ما بيختلفش عليها حد بصراحه. عندي بقى كوبايتين من صوص الطماطم هضيفهم. كده انا ضفت الاول البصل، وبعدين توم، وبعدين فلفل، وعندي كوبايتين من عصير الطماطم اخليهم يغلوا يتسبكوا او يقسروا شويه. وهبتدي اضيف الفشه اللي انا قطعتها قطع صغيره. تمام كده. عندي بقى فلفل الالوان. على فكره ممكن تستبعدي موضوع الفلفل خالص يعني، ولا السبايسي ولا الالوان، يعني ممكن تستبعديه. هضيف كمان بقى هنا الملح وفلفل الاسود. طبعا احنا ما ضفناش ملح في السليق، هنضيف الملح بقى هنا ونظبطه بس. الملح
على حسب الرغبة. وهنضيف الفلفل الاسود كمان وكمون. وهضيف هنا يا جماعة هنا كوباية كمان من المية، بس المية بقى تكون مغلية ما تكونش من الحنفية. نسيبها بقى تستوي تاني مع بعضيهم، يغلوا مع بعض 5 دقايق وبعد كده هطفي عليهم. عندي بقى الفيش اللي قطعتها شرايح ده زيت سخنته كويس، وابتدي اللي انا احمر الفشة اللي اتقطعت شرايح. الحقيقة هي عندنا في مصر اسمها فشة، مش عارفة في الدول العربية برا ليها اسم تاني ولا لا. اللي هي الرئة بتاعت الذبيحة يعني. بس انا كده حمرتها كلها. هضيف لها بقى بعد ما تتحمر الملح والفلفل الاسود بس، دي مش هضيف لها اي حاجة تانية. ملح وفلفل اسود وقلبيها بقى ب ودي كانت وصفتي النهاردة، يا رب يكونوا عجبوكم. دي الفشة التانية اللي هي مطبوخة بعد ما استوت. اشوفكم في وصفة جديدة ان شاء الله. مع السلامة.